السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد ووصفة جديدة على القناة، دائما في إطار تحضير الوصفات السهلة والسريعة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طريقتي في تحضير الأرز بالدجاج. كيجي رائع جدا في المذاق، سواء الدجاج ولا الأرز كيجي لذيذ 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 بزاف. غير تبعوا معايا الطريقة باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير، وتبعوا معايا الخطوات باش تنجح معكم الوصفة وتحصلوا على واحد المذاق اللي رائع. ما عمركم تستغناو على هاد الطريقة هذه. نتمنى الاقتراح ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم للفيديو، وكذلك شي تعليق يكون محفز ولو غير قليبات باش نعرف ان الفيديو عجبكم. ندوزو مع بعضياتنا مباشرة للمكونات مع طريقة التحضير على بركة الله. اول حاجة كما كتشوفوا معايا هنايا، انا بالنسبة ليا استعملت فخيدات ديال الدجاج كما كتشوفوا معايا. غسلتهم بيدتهم ليله كامله في الخل والحامض والملحه وسكينجبير، خليتهم ليله كامله في الثلاجه. الغد ليه غسلتهم خليتهم استقطروا مباشره غادي نخدم بهم. خديت واحد السكين تكيتهم، واحد الموس تكيتهم هكا باش تدخل فيهم الشرموله. تقريبا خديت واحد الملعقه صغيره ديال الزنجبيل، القليل من الملحه، البزار ديروا غير شي شويه على راس الملعقه، القليل من الكركم او الخرقوم بلدي. اللي عندها زعفران شعرات ضيفوا كذلك. وهنايا عندي واحد الملعقه صغيره ديال توابل الدجاج، الا كانت متوفره ديروها، ما كانتش متوفره استغناو عليها. عندي هنايا واحد نصف ملعقه صغيره ديال السمن البلدي، وكذلك هنايا غادي نضيف تقريبا واحد 2 ملاعق ديال القزبر ومعدنوس اللي مقطعين رقاق. ضفت القليل من زيت الزيتون وغادي نشرمل عفوا هنايا قبل ما غادي نشرملهم خديت 2 دراس كبيبرين ديال الثوم وحكيتهم عليهم مزيان بهذه الطريقه هذه، ولا تقدروا تقطعوهم رقاقين. انا نفضل انني نحكهم باش هكا تنسجم ليا تشرموله مزيان. صافي غادي نبدا نشرمل هاد الفخيدات هكا. انا بالنسبه ليا كنستعمل الايد ديالي، يعني راه كل سيده مغربيه معروف اننا كنستعملوا الايد ديالنا في الشرموله ولا في المطبخ بصفه عامه. يعني راه كنستعملوا الايد ديالنا باش هكا. يعني راه الا ما شرملتش الدجاج ولا شي حاجه هكا بيدي راه ما كيبردش ليا القلب. ضروري خاصنا نشرملهم مزيان. الا كان عندكم الوقت خليوهم في الثلاجه ليله كامله، ما كانش عندكم الوقت خليوهم بضع ساعات. انا بالنسبه ليا راه خدمت معكم في نفس الوقت، ما خليتهمش نهائيا من غير الليله اللي بيتهم في الحامض والخل في الثلاجه. الغد ليه غير استقطرتهم وبديت نخدم معكم مباشره، ما خليتهمش يشربوا التشرموله نهائيا، ولكن جاو بنان بنان بزاف. صافي كما شفتوا معايا شرملتهم مزيان، خليتهم جانبا على ما وجدت هاد المكونات هادو. خديت واحد الحبه متوسطه ديال البصل شلطها، كذلك خديت واحد الحبه ديال الفلفل الاحمر والنصف ديال الفلفل الخضر. كان عندكم الفلفل الصفر غادي تستعملوا الصفر والاحمر، كيجيو رائعين في هاد الوصفه هذه. انا بالنسبه ليا كان عندي غير الاحمر والاخضر، استعملت حبه كامله ديال الفلفل الاحمر وغير النصف ديال الفلفل الخضر. ما كنبغيش نكثر الفلفل الخضر بزاف في الروز، ما كيجينيش صراحه زوين بحال الاحمر والصفر. صافي مباشره خديت واحد الطنجره اللي غادي نطيب فيها وضعت فيها واحد الملعقه صغيره ديال الزبده. الا كانت عندكم ديروا حتى ملعقه كبيره، انا هي اللي كانت متوفره عندي. درت ملعقه صغيره ديال الزبده، القليل من الزيت اللي غادي نطيبوا فيها المكونات ديالنا او الوجبه ديالتنا كلها. يعني هذا هو الدسم اللي غادي نطيبوا فيه الوجبه ديالتنا. خديت واحد الريس كبيبر ديال الثوم، غير ديتو وجبته على ما عطاني الريحه، وضفت عليه هاد البصله والفلافل اللي قطعتهم. ضفت عليهم واحد 2 وريقات ديال الرند او ديال سيدنا موسى، وغادي نبقى نشحر فيهم هكا. ضروري ما تشحروا هاد المكونات شي شويه حتى يبداو يدبالوا باش يطلقوا المذاقات ديالهم، عاد ضيفوا الاضافات الاخرى. تبعوا هاد الخطوات راه غادي يجيكم واحد الطبق ديال الارز والدجاج ما تشبعوش منه. هنايا خديت ملعقه كبيره ديال الطماطم المصبره، تقدروا تستعملوا الطماطم اللي كتكون سائله ديال العلب. انا بالنسبه لي ما كانتش متوفره، وكنفضل هذه اللي كتكون مصبره حيت كتكون فيها واحد الحموضه كتجيني احسن من الثانيه اللي كتكون سائله كتكون حلوه. انا تعجبني هذه كتكون فيها الحموضه. ضفت ملعقه كبيره حركتها وضفت عليها هذه الفخيدات. غير حركتهم في هذه الشرموله، ما غاديش نقليهم، غير حركتهم مباشره. غادي ناخذ داك الاناء اللي كنت واضعه فيه الفخيدات مشرملين باش ما تضيعش لنا ديك التشرموله اللي باقا تما. ضفت عليها هنايا واحد الكميه ديال الماء. ما تكثروش في هذه المرحله هذه، ما تكثروش الماء بزاف للدجاج ديالكم باش يجيكم بنين. كما شفتوا معايا غير هذه الكميه كانت كافيه باش انني نطيب الفخيدات. اما الا كنتو غادي ديروا الطنجره ديال الضغط ما يحتاجش تكثروا الماء بحال هذه الكميه هذه اللي درتها انا كلها هنا. نقصوا مازال في الطنجره ديال الضغط، حيت غادي ديروا الطنجره ديال الضغط غتسدوا عليها وغادي تخليوها طيب على نار اللي هي مهيله، ما غاديش تحتاجوا الماء بزاف. انا هنا درت غير في الطنجره كما شفتوا معايا. صافي درت هذه الكميه ديال الماء اللي شفتوا معايا، راه ما غطيتش الفخيدات كلهم. ضفت عليهم هنايا كخطوه اختياريه الا كان متواجد عندكم الجلبان، انا كان عندي في المجمد. ضفت واحد زليفه صغيره وصافي وضعتها على الدجاج وغطيت وخليت الدجاج يطيب على نار مهيله. هنايا بالنسبه للارز، انا بالنسبه ليا خديت هذا الارز الاصفر
خديت 3 كؤوس، نتوما غادي تستعملوا على حسب عدد افراد الاسره، وضعت عليه الماء وغادي نخليه يترقد مزيان في هذا الماء، ومره مره كندوز عليه هكا وكنحكو بيدياتي باش يخرج هذاك النشا اللي فيه. غادي نبقاو نغسلوه مره وجوج وثلاثه حتى يرجع داك الماء ديالو صافي، ونخليوه يستخطر مزيان باش من يطيب لينا الدجاج. نتوما تقدروا تستعملوا، ماشي ضروري تستعملوا الفخذات نتاع الدجاج، انا هما اللي كانوا متوفرين عندي، وكذلك كيجيو في الحطه زوينه. تقدروا تستعملوا جوانح الدجاج، تقدروا تستعملوا اي جزء من الدجاج ممكن بهذه الطريقه. غير تبعوا الطريقه راه غادي تحصلوا على واحد المذاق اللي هو زوين كما قلت لكم، سواء في الدجاج ولا في الارز. هنايا صافي الدجاج ديالي طاب كما شفتوا، المرقه ديالتي باقه وكتجي خاتره وزوينه. زولت هذاك الدجاج وهنايا غادي نضيف الارز اللي غسلته مزيان مزيان مره وجوج وثلاثه حتى رجع لي داك الماء ديالو صافي، خليته يستقطر مزيان حتى نشوف كما شفتوا معايا. وهنايا غادي نحطو فوق هذيك التشرموله، غادي ندوزو هكا غير نلبسو بهذيك التشرموله وغادي نغطيه بالماء. ما تكثروش الماء البنات باش يجيكم الارز ديالكم مفرك. غادي غير القياس اللي غادي يغطي ليا الارز كما شفتوا معايا. غادي نحرك حداكم باش تشوفوا الكميه ديال الماء، راه ماشي كثيره بزاف، باش هكذا الماء اللي غادي يطيب فيه ويتشرب ويجيكم الارز ديالكم مفرك حبه على اختها. صافي غادي نغطي عليها وغادي نخليها طيب على نار مهيله. دائما البنات بزاف تاع الاخوات كنلقاهم في الفيسبوك كيقولوا علاش الطياب ديالي ما كيجيش بنين. بزاف تاع الاخوات كيتشكاو من هذه الطريقه، عفوا الطياب نتاعهم ما كيجيش بنين، واخا كيبزروه واخا كيديروا التوابل، واخا راه ما بقاتش في التوابل البنات، راه بقات في اول حاجه ما طيبوش الاكل ديالكم على نار اللي كتكون مجهده. دائما النار تكون مهيله، سواء في اللحم ولا في الدجاج ولا في الخضره ولا الطاجين، دائما النار ديالكم خاصها تكون مهيله. وكذلك ما تقويوش الماء في الوجبات ديالكم. انايا بالنسبه ليا الدجاج واللحم الا كان في المجمد راه ما نديرش ليه الماء بتاتا، سواء في الطاجين ولا في الكوكوط، راه ما كنديرش الماء حتى يطيب، نديرو على نار مهيله مع البصيله حتى يطيب، نزولو. ديك الساعه الا كنت غندير خضيره كان نقدر القياس فقط، كيجي الطياب بنين صراحه. صافي هنايا من بعد ما شفتوا معايا الروز طاب كي جات حبه على اختها، وضعته انا في هذا الطبق هذا للتقديم. وضعته في هذا الطبق اللي غادي او هذا الاناء هذا اللي كيدخل الفرن، وضعت فيه واحد الكميه ديال الارز، ودرت فوق منه هاد الفخيدات هادو كما شفتوا بهذه الطريقه هذه. دخلتهم للفران، دهنتهم بالزبيده، دخلتهم للفران. صراحه زربت عليهم حيت وليداتي كان خاصهم يتغداو باش يمشيو للمدرسه، غير تحمروا شي شويه، خرجتهم قدمتهم بهذه الطريقه هذه. كيجي المذاق والشكل ديالهم كذلك. اهم حاجه هو المذاق. غير جربوا البنات الارز بهذه الطريقه والدجاج كذلك، كيجي رائع في المذاق، وكيجي مفرك حبه على اختها الارز. حتى لهنا كنكون وصلت معكم لاخر مرحله في لا فيديو. نتمنى الاقتراح ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم للتشجيع والاشتراك في القناه. اللي ما كانش مشترك كنقول ليه مرحبا والف مرحبا، اشترك في القناه وفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. وكذلك ما تنساونيش من تعاليقكم المحفزه. حتى لهنا غنضرب لكم موعد جديد مع اقتراح جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.